تفاصيل اللي حصل؟ لا الحقيقه انا ما كنتش موجود في الندوه نفسها، لكن كنت متابع مع الزملاء اللي موجودين هناك يعني، وعرفت تفاصيل ما تم بعد انتهاء اللقاء. ايه اللي حصل بقى بالتفصيل؟ هو الحقيقه احنا كنا عندنا فكره من امبارح، في دعوه طبعا وجهها عدد من طلاب كليه هندسه شبرا لتنظيم ندوه بحضور الاستاذ حمدين صباحي من فتره، وعلمنا امبارح مساء انه في بعض يعني طلاب الهندسه من قوى اخرى منتميه لجماعه الاخوان المسلمين عندها نيه او سعي لانها تفسد الندوه بالمشاهد اللي شفناها النهارده. اعتقد انه ده سلوك يعني خارج اي منطق واي يعني لغه حوار واي حتى قدره حتى على افشال الندوه للاسف، لانه كمان حتى الطريقه اللي تمت بيها يعني الهجوم والنقد اللي تم اعتقد انها لم تكن موضوعيه على اي نحو، وكان فيها قدر كبير من التجاوزات، واعتقد انه تم احتوائها كمان بطريقه لائقه تتقبل فكره الاستماع للنقد وتوضيحه والرد عليه وقبول فكره الاختلاف، لكن من خلال حوار جاد مش من خلال مجرد ترديد هتافات او ترويج. وهل الاستاذ حمدين كمل الندوه وخرج تحت الحراسه ولا ايه اللي حصل؟ هو طبعا هو جزء من المؤسف يعني انه الشباب لما فشلوا في انهم يفسدوا الندوه فبداوا يروجوا لانه اللي حصل انه حمدين اتطرد من الكليه. ده الكلام مش صحيح على الاطلاق، الندوه استمرت اكثر من ساعه ونص رغم هذه الحاله من الهرج. الاستاذ حمدين طلب من المعارضين له في انهم يطلعوا ويوجهوا لهم اسئلتهم وانتقاداتهم على المنصه، وده تم فعلا مع بعضهم، وفي النهايه كان في خروج عادي جدا وهتافات للاستاذ حمدين، طبعا مع هتافات ضده من عدد من الشباب اللي كانوا موجودين. لكن الجوهر المساله هنا هو اولا انه في نيه من مدى لافساد الندوه ونحمد الله انها لم تفضح من جانبنا، ولما يبقى في انتقادات موجهه لنا رغم ان احنا في المعارضه مش في السلطه نستمع ليها ونتحاور معها جديا. كنت امل شخصيا انه يبقى عند الشباب اللي كانوا بيهتفوا ضدنا او عندهم وجهات نظر مختلفه معانا ان احنا لما نسمعهم وهم بيقولوا انتقاداتهم تبقى انتقادات موضوعيه فعلا، مش مجرد ترويج لاشاعات الاله الالكترونيه اللي الاخوان بتعمل عليهم. طب اسالك حسام وانا عارف ان انت الشباب الموازين في التيار الشيعي الحقيقه، يعني الى اي مدى انت بتشوف انه في جمله من الاخطاء المشتركه كل الناس اشتركت فيها، كل القوى السياسيه كل الاحزاب، ان احنا فرطنا في آليات الحوار للدرجة اللي وصلنا بيها لهذا المستوى انه ما فيش حد يعني انت بقى لو عندك ندوة هنبوظها لك، وانت لو عندك مؤتمر هنكسره لك، يعني حتى هذا النهج ما كانش بيحصل بهذا الاتساع حتى في انتخابات الرئاسة. احنا وصلنا لده بسبب اخطاء سياسية من وجهة نظري، بسبب انه في احزاب وتيارات وقوى سياسية وتنظيمات سكتت عن اهانة اطراف تانية. متفق معايا ولا لا؟ يعني خلينا نفرق بين حاجتين، اولا فكره انه الكل شركاء في مسؤوليه عن ما يحدث ده اكيد، لكن بدرجات متفاوته طبعا، لانه مسؤوليه السلطه وصلت المجتمع كله مش بس قوى المعارضه لهذه الحاله من الاحتقان، اكيد هي ازيد من مسؤوليه المعارضه، ورايي انه اخطاء المعارضه هي مش بس انها ما بتستجيبش للحوار، رايي ده مش خطا منها، بالعكس الموقف صحيح في رايي، لانه الحوار له شروط كمان، يعني الحوار عشان لا ما اقصدش الحوار مع الرئيس، يعني قصدي ان كود الحوار فك من بيننا. المشكله انه بيتم الاختزال يا استاذ خالد في فكره الحوار الى الحوار مع السلطه. انا رايي انه المعارضه وكثير من النخب اللي بيعرضوا لهجوم عليهم وانتقادات في الندوات اللي بيروحوا لها حد من ضمنهم ما بيتكررش مثلا مع الاخوان المسلمين، يعني ما سمعناش احنا في طوال الاسابيع او الشهور اللي فاتت عن ندوه لاحد قيادات الاخوان او رموزهم في جامعه او في مكان عام يتعرض ليها احد بالسب او بالقصف، وحتى الامثله اللي حصلت مع بعض الشخصيات في مواقف مختلفه فيها انتقادات جاده مش شتايم ولا تهليل ولا هتافات ضده ولا غيره. ورايي انه زي ما قلت بالتاكيد المعارضه عندها مسؤوليه، بس مسؤوليه المعارضه منحصره في عدم قدرتها حتى الان على الاقل في انها تبقى مرتبطه بطريقه اقوى واكثر تنظيما بقطاعات جماهيريه واسعه تخلصنا من هذا الفاشل العاجز. نعم. بشكرك جدا استاذ حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، وانا طبعا ادين ادانه كامله يعني اي فقدان للغه الحوار، والله يعني فقدان لغه الحوار يؤدي بينا الى نتائج زي اللي بنشوفها دي. كل الناس ما حدش يعرف يتكلم في حاجه، والجزم بقى تترفع وبتاع، وبدل ما الصراع يبقى صراع سياسي على مصلحه البلد هيبقى صراع ما بين بشر وبشر، ويحصل طبعا كل اللي بيحصل في الشوارع اللي احنا بنشوفه للاسف كل يوم. بعد الفاصل الدكتور ايمن علي احد ابرز الكوادر السياسيه في مؤسسه الرئاسه ومستشار الرئيس للشؤون السياسيه، وكان قبل كده مصريين في الخارج. بعد الفاصل.